السلام عليكم. اليوم نسولف على امتحان فيزياء الثالث متوسط بالتفصيل، بس بالبداية بما انه هذا اخر امتحان للثالث متوسط وما اعتقد بعد احد يتابع هاي القناة، فاجت ببالي فكرة، ليش ما نقوي نفسنا بالانجليزي؟ لان صدقني والله العظيم الانجليزي هواي راح تحتاجه بحياتك، مو بس دراسة، مسلسلات، افلام، العاب، راح تحتاجها بالجامعة، او ليش؟ هسه انت بالثالث متوسط، ما راح تنجح للرابع، هم راح يجيك الانجليزي، فمحتاج تقوي نفسك به. فالفكرة اللي فكرت بها انه يوميا نتعلم 10 كلمات من الانجليزي. ايش قد كلمات الانجليزي؟ 3000 4000 5000 كلمة راح نتعلمهن كلهن. فانت باول يوم تعلمت 10 كلمات، ثاني يوم تعلمت 10 كلمات، ثالث يوم، رابع يوم، خامس يوم، منها لحد ما تجمع كل الكلمات تشوف نفسك كلش قوي بالانجليزي صاير. ونظام الفيديوهات راح يكون نص دقيقة ومثل هذا الفيديو. tree. فمثل ما شفتوا بالفيديو راح نتعلم على الترجمة مال الانجليزي اللي هي اهم شيء بالانجليزي، وراح نتعلم على النطق، اثنيناتن سوا. اذا كنتوا حابين هاي الفكرة ظلوا وياي، لان يوميا راح انشر 10 كلمات. اسف من هسه احتمال يعني تنزعجون كلش من وراء هاي الفقرة، بس ان شاء الله اريد اقويكم بالانجليزي، اصبروا علي. نجي هسه نسولف على امتحان الفيزياء. امتحان الفيزياء كالعادة راح يكون 6 اسئلة، تجاوب 5 وتترك 1. شوف، كتاب الفيزياء من الساعة اللي انطبع فيها هذا الكتاب، يعني قبل 10 سنين 15 سنة، نفس المواضيع ظلت على هاي السنة، ما صار في اي تغيير، وحتى نمط الاسئله دائما يكون ثابت. فبخلال كل السنوات السابقه اللي امتحنوا بها فيزياء، دائما كانوا يجيبوا لهم 3 أو 4 اسئله على المسائل، سؤال على النشاط، وبقيه الاسئله تكون يا اما شرح، يا اما تعاليل، يا اما صح وخطا، يا اما اختر بين الاقواس. وبالنسبه للفصول مال الفيزياء، فكانوا يركزون اكثر شيء على الفصل الثاني والثالث والخامس والسادس. هذين الفصول عليهن تقريبا كل فصل من 20 الى 25 درجه. باقي فصول الفيزياء كل فصل 10 او 15 درجه عليه. نجي هسه نسولف على الاسئله الثابته كل سنه. اول سؤال، سؤال النشاط، هذا كل سنه لازم تلقاه موجود. نجي هسه نسولف على اسئله المسائل، اللي هواي مدرسين باليوتيوب شارحين فقره المسائل، بس اكو عنده ملاحظه كلش مهمه. اذا انت طالب يعني قوي بالمسائل وضعيف بالشرح، اول شيء تجي تحل المسائل، اخلص منهم بالوقت واضمن درجتك بيهن. اما اذا انت كنت طالب ضعيف بالمسائل بس قوي بالشرح، شو تسوي؟ حل بالبدايه الشرح وعوف المسائل بعدين، لان المسائل راح تاخذ هواي وقت من عندك. فاخلص من الشرح بالبدايه وارجع بعدين على المسائل. واهم فقره، على قد ما انه تافهه، على قد ما انه هواي طلاب خطأوا فيها، هو موضوع الوحدات. اي ناتج تحله بمسائل الفيزياء لازم تخلي الوحدات مالاته، الامبير، الفولت، الاوم، اي وحده عندك بالفيزياء لا تنسى تخليها بالامتحان. بالنسبه للمسائل الثابته اللي تتكرر كل سنه، ربط المقاومات على التوالي والتوازي. الموضوع الثاني على موضوع المحولة والملف الثانوي والملف الابتدائي وهذا الحكي كله. المسألة اللي بعدها على مواضيع القدرة الكهربائية، وآخر موضوع سؤال على القوة الدافعة الكهربائية EMF. هذا السؤال إذا ما جاك بالمسائل راح يجيك بالشرح. وعلى طار الشرح اقرأ موضوع طبقات الغلاف الجوي، لأن احتمال يجيك هذا السؤال، ما هي مميزات طبقة الميزوسفير أو الثرموسفير وهكذا. إذا ما اجت مميزات فراح تلقاها يا اما بالصح وخطأ، او تلقاها باختار بين الاقواس. اذا اجني حاول بقد ما تقدر قبل الامتحان تضبط المسائل، صدقني من تضبطها الفيزياء هواي راح تسهل عندك، لان راح تضمن درجتك بيهن. وصلنا لنهايه الفيديو، كل التوفيق ان شاء الله، ويا رب النجاح والدرجات العاليه.